بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا وإحنا في فترة كده خلاص بنودع فيها سنة ونبتدي سنة جديدة، حبيت كده أتكلم معاكم في آية، هي مقطع من آية اتكرر 3 مرات في سفر الرؤيا. المقطع ده بيقول عندي عليك، يعني كأن المسيح بيعاتب حاجة معينة، ورسالة دي توجهت لل3 أساقفة من أساقفة سفر الرؤيا ال7. ففي الإصحاح الثاني والأسقف الأول اللي هو أسقف أفسس، المسيح بيقول له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتوب. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه زي ما قلنا قبل كده كتير قوي، إن المحبة هي الغلاف اللي من غيره ربنا لا يقبل أي هدية مننا. يعني إحنا لما بتجيب هدية بنحطها في صورة تليق باللي بنقدمه ليها. أهو ربنا بيقول الهدية بتاعتك مش مقبولة لو ما كانتش متغلفة من بره بالمحبة. علشان كده الآية بتقول إن قدم الإنسان كل ثروة بيته تحتقر احتقارا. وعشان كده ربنا بيقول على لسان القديس بولس الرسول إن قدمت جسدي حتى يحترق وليست لي محبة فلا أنتفع شيء. المحبة أهم حاجة، وعلشان نشوف ازاي المحبة مهمة هنفترض العكس. أنا هتخيل إن أنا واقف بصلي من غير محبة، تلاقوا الصلاة دي بقت تثقل، يعني غياب المحبة يسبق التثقل. واحد بيعمل حاجة من غير نفس، واحد بيعمل حاجة وهو يعني مش طايق نفسه. طيب لما واحد يصلي بالشكل ده لا طايق يخش الكنيسة ولا طايق يقفل في اوضته على الأقل 5 دقايق على نفسه، ربنا يقبل منه ايه وازاي؟ دي محتاجة مراجعة. نمرة 2، فتور المحبة أو المحبة كمان لو مش موجودة تسبق السقوط. مش ممكن إنسان يكون في علاقة حب وبيحب الطرف التاني ويقع في الخيانة. لكن الحقيقة قبل ما داود يقع بكتير قوي كانت محبته لربنا ابتدت تفطر في قلبه. نمرة 3، فتور المحبة أو قلة المحبة يسبق حاجة كمان اسمها قساوة القلب. الإنسان اللي أحكامه صعب على الناس اللي حواليه وما بيشوفش إلا عيوبهم ويدينها، اختفت الرقة والحنية من قلبه. عشان كده ابن ربنا بيقول اذكر من أين سقطت وتوب، ارجع اعمل أعمال محبتك الأولى اللي كانت مليانة محبة. شوف المحبة ايه اللي طفاها، شوف الخطية اللي دخلت عليك وضيعت محبتك ليا أنا. أقول لكم ايه، نكمل موضوع بكرة. صباح الخير.